هناك مرحلة تصل إليها المرأة في رحلتها، مرحلة لا تشبه ما سبقها من التجارب والمشاعر. قد تكون في منتصف انشغالات الحياة، أو بعد علاقة مرهقة، أو حتى في لحظة صمت عابرة، ثم يهب في داخلها صوت خافت رقيق، لكنه ثابت وقوي في الوقت نفسه. صوت لا يأتي من العقل ولا من ذاكرة الكلمات، بل من مكان أعمق بكثير، من الروح. إنه النداء الذي يقول: توقفي قليلاً، كفي عن الجري، لا تهربي أكثر، عودي إلي. وهذا النداء ليس دعوة إلى الرومانسية أو المظهر الخارجي، ولا علاقة له بالمثالية أو بالعناية السطحية، بل هو عودة إلى الأصل الأول، ذلك الجوهر الذي وضع في داخلك منذ اللحظة التي جئت فيها إلى هذا العالم، قبل أن تتعلمي مقاومة مشاعرك، قبل أن يقال لك إن القوة تعني الصلابة، قبل أن تتعلمي إخفاء دموعك وكبت رغباتك وتجميد قلبك، لئلا يقال إنك ضعيفة. إنه نداء الأنوثة الفطرية، تلك التي لم تشكل وفق ما يريده المجتمع أو الثقافة أو تجارب الآخرين، بل وفق حقيقتك الداخلية. الأنوثة التي لم تتلوث بالخوف من أن تحبي أكثر، أو تظهري حاجتك، أو تعترفي بأن قلبك حي. العودة إلى هذه الأنوثة ليست خطوة بسيطة، وليست شعاراً يمكن تكراره، بل هي عودة إلى المنزل الداخلي، إلى تلك المساحة التي تسبق الكلمات، حيث تكونين أنت بالكامل، بلا أقنعة، بلا دور اجتماعي، بلا تصنع. ومن هنا يبدأ كل شيء، من تلك اللحظة الصامتة التي تسمحين فيها لنفسك أن تسمع نداءك الحقيقي. فما معنى أن تتصالحي مع أنوثتك؟ حين نعود إلى ذلك النداء الداخلي الذي يحمس لنا بضرورة التوقف والعودة، نكتشف شيئاً مهماً، أن الأنوثة ليست شيئاً نكتسبه أو نتعلمه من الخارج، بل هي حالة وجودية كانت معنا منذ البداية، ثم تفرقت في الطريق بين التجارب والضغوط والتوقعات. الأنوثة ليست مجرد مظهر ولا طريقة كلام، ولا هي مجموعة صفات محددة يجب على المرأة أن تقلدها. الأنوثة أعمق من ذلك بكثير، إنها طاقة داخلية تسري في الروح قبل الجسد، في النظرة قبل الكلمات، وفي الإحساس قبل الفعل. هي حالة من الانسياب، أن تسمحي لنفسك بالتحرك مع الحياة بدلاً من مقاومتها دائماً. هي الاحتواء، القدرة على أن تكوني حضناً لنفسك قبل أن تكوني للآخرين. هي الاستقبال قبل السعي، أن تدعي الأشياء تأتي إليك بدلاً من الركض خلف كل شيء. هي الثقة قبل التنافس، أن تدركي أن مكانك محفوظ وأنك لا تحتاجين لإثبات وجودك لأحد. هي اللحظة التي تشعرين فيها بأنك كافية كما أنت، لا بأكثر مما تملكين ولا بما ينتظر منك أن تصبحي. لكن المشكلة أن المجتمع لم يعلم المرأة أن تتصالح مع هذه القوة الهادئة داخلها، بل على العكس، تم تضخيم الصراعات داخلها عبر رسائل متناقضة تتلقاها طوال حياتها. كوني قوية، لكن لا تكوني أكثر من اللازم، كأن القوة تقبل فقط إن كانت صامتة وغير مرئية. كوني لطيفة، لكن لا تكوني ضعيفة، وكأن اللطف لا يمكن أن يكون شكلاً من أشكال القوة. كوني متاحة، لكن لا تكوني محتاجة، وكأن احتياج الحب عيب يجب إخفاؤه. فتجد المرأة نفسها ممزقة بين صورتين: صورتها الأصلية التي تنتمي إلى روحها، والصورة المصنعة التي يطلبها العالم منها. وبين هاتين الصورتين تضيع الكثير من النساء في منطقة ضبابية لا يغرف فيها منهن حقاً،
ولا ماذا يردن ولا لمن يعشن، لأنهن لم يهدن يسمعن صوتهن الداخلي. إن التصالح مع الأنوثة يعني أن تتوقفي عن محاولة أن تكوني كما يريد العالم، وتبدأي في أن تكوني كما أنتِ، أن تعودي إلى تلك النسخة الأولى النقية التي ولدت قبل الخوف وقبل المقارنات وقبل الجروح. وهنا فقط يبدأ التحرر. بعد أن تتوه المرأة بين ما هي عليه وما يطلب منها أن تكونه، يبدأ جرح خفي بالتشكل، جرح لا يرى بالعين، لكنه يعيش في القلب وفي طريقة التنفس وفي الطريقة التي نحب بها أنفسنا والآخرين. يبدأ الجرح حين تهجر المرأة صوتها الداخلي، ذلك الصوت الذي كان يرشدها ببساطة ووضوح قبل أن تختلط الأشياء من حولها. تتركه ليس لأنها لا تسمعه، ولكن لأنها تتعلم ببطء أن أصوات الآخرين أعلى، وأن رضاهم أكثر أماناً من رضاها عن نفسها. يبدأ الجرح حين تبدأ المرأة بالعطاء بلا حدود، ليس بدافع الحب فحسب، بل بدافع الخوف. الخوف من أن تفقد مكانها إن توقفت للحظة، الخوف من أن تفهم خطأ إن قالت أنا أيضاً أحتاج، الخوف من أن تحكم عليها إن أرادت الاهتمام لنفسها. شيئاً فشيئاً تتحول المرأة إلى سند للجميع، لكنها لا تجد أحداً تتكئ عليه. تعطي قلبها ووقتها وروحها حتى يصبح العطاء عادة لا وعيا، ويصبح التعب صمتاً مألوفاً. ويبدأ الجرح أيضاً حين تخاف المرأة من الاعتراف باحتياجاتها، من حاجتها للطمأنينة، للحب الصادق، للحضور العميق، لجسدها ولقلب يعيش بحرية. فتخاف من الهدوء لأنه يواجهها بحقيقتها، وتخاف من الدموع لأنها تعلم أن البكاء قد يفتح أبواباً مغلقة منذ سنوات. فتتظاهر بالقوة، لا لأنها قوية دائماً، بل لأنها لا تجد مساحة آمنة للانهيار. وهنا تبدأ المرأة في إتقان الأدوار: دور القوية، دور المستقلة، دور التي لا تهتز، دور التي لا تحتاج أحداً. وتلعب هذه الأدوار جيداً إلى درجة أنها تنسى من كانت قبلها. فالأنوثة تقمع في كل مرة. تخجلين من مشاعرك بدل أن تمنحيها مساحة لتسمع. تخفين حساسية قلبك لأن العالم أقنعك أن الرقة ضعف. تخشين اللطف لأنه لا يبدو مناسباً لعصر السرعة والحدة. تحاولين أن تكوني عاقلة طوال الوقت، فتهملين الجزء الشعوري العفوي الحي فيك. وهنا يكمن الجرح الأكبر، أن المرأة تتعلم كيف تعيش لكنها تنسى كيف تشعر. عندما تدرك المرأة أين بدأ الجرح وتعي كيف ابتعدت تدريجياً عن ذاتها الحقيقية، تبدأ رحلة جديدة تماماً. رحلة ليست فيها معارك خارجية ولا صراعات لإثبات وجودها ولا محاولة لانتزاع مكان تحت الضوء، بل هي رحلة عودة إلى الداخل. فالتحرر الروحي لا يشبه الثورة التي نراها في القصص والأفلام. إنه لا يحدث بضجيج ولا يحتاج إلى إعلان. إنه يبدأ بهدوء بالغ، كما لو أنك تفتحين نافذة كانت مغلقة منذ وقت طويل وتسمحين للنور بأن يدخل من جديد. التحرر ليس أن تصبح المرأة نسخة جديدة، بل أن تعود إلى نسختها القديمة التي لم تشوه، تلك التي كانت تشعر وتثق وتحب ببساطة قبل أن يعلمها العالم الخوف من حقيقتها. إنه أن تعودي إلى تلك المرأة التي تسكن فيك، المرأة التي تعرف ما تحتاجه دون أن تعتذر،
التي تؤمن بقيمتها دون قلق، التي لا تخشى أن تكون رقيقة، لأن الرقة عندها ليست نقصاً بل جوهر القوة. التحرر الروحي يعني أن تتوقفي عن مقارنة حياتك بحياة غيرك، لأن المقارنة هي أول خطوة نحو إنكار الذات. حين تنظرين إلى الآخرين بعيونهم، تفقدين بصرك الداخلي، ذلك البصيرة التي تعرف طريقك أنت فقط. أن تسمحي لمشاعرك أن تسمع دون خوف، فالمشاعر ليست عواصف تهدد استقرارك، بل رسائل أرادت أن تفهم منذ البداية. كل شعور يحمل حكمة، وكل صمت يحمل كلاماً مؤجلاً. أن تعودي إلى جسدك لا باعتباره مظهراً أو شكلاً يحاكم أو يقاس، بل باعتباره منزلاً للروح، مكاناً للحضور، للطمأنينة، للاتصال الحقيقي بذاتك. أن تفهمي أن القوة لا تلغي الرقة، بل إن القوة الحقيقية تولد منها. إن الرقة ليست خضوعاً وليست ضعفاً، بل هي القدرة على البقاء منفتحة على الحياة رغم الألم. هي الثقة بأن قلبك قادر على الشفاء كل مرة. هذا هو التحرر الروحي، لا هو هروب ولا هو مقاومة، إنه عودة لطيفة، بطيئة، ثابتة إلى مركزك الداخلي، حيث لا تحتاجين إلى أن تبرري نفسك لأحد. بعد أن تدركي أن التحرر الروحي يبدأ من الداخل، وأن العودة إلى ذاتك ليست فكرة بل رحلة فعلية، يصبح السؤال: كيف أعود؟ كيف أستعيد تلك المرأة الهادئة، الرقيقة، المطمئنة التي تسكن في أعماقي؟ كيف أطيب الجرح الذي تكون عبر السنوات وأعيد فتح الباب أمام روحي لتتنفس؟ العودة إلى أنوثتك ليست قفزة مفاجئة، بل سلسلة من الخطوات الصغيرة المتدرجة التي تمارس بوعي ولطف، لا بضغط ولا استعجال. إنها رحلة تذكر ما كنت وما زلت وما يمكن أن تعودي إليه. ولكي تبدأ الرحلة يمكن أن يساعدك ما يلي: 1. توقفي عن مقاومة مشاعرك. مشاعرك ليست عبئاً يجب السيطرة عليه، ولا شيئاً يجب أن يخفي خلف قناع القوة الدائمة. الحزن، الشوق، الحب، الغضب، كلها طاقات حية تتحرك داخلك لتخبرك شيئاً. لا تحاولي تهذيب قلبك أكثر من اللازم، ولا تفرضي الصمت على ما يحتاج أن يسمع. اسمحي لنفسك أن تشعري، أن تبكي إن احتجتِ، أن ترجفي إن تألمتِ، أن تفرحي دون خوف من الفقد. فما تقاومينه يتجمد بداخلك، وما تسمحين له بالمرور يشفى. 2. عيشي في جسدك، لا في رأسك فقط. الكثير من النساء يعيشن في أفكارهن طوال الوقت، تحليلات، مخاوف، توقعات، سيناريوهات. لكن العودة إلى الأنوثة تبدأ من العودة إلى الجسد، لأنه هو بوابة الروح. جربي كل يوم ولو لدقائق. اغلقي عينيك، ضعي يدك على قلبك أو بطنك، تنفسي ببطء، بعمق، بحضور. اشعري بدفء حياتك تحت يدك. ذكري نفسك أنك حية، وأن الحياة ليست حدثاً خارجياً بل نبضاً داخلياً. 3. تخلصي من صورة المرأة المثالية. المرأة المثالية التي تظهر القوة دون تعب، اللطف دون احتياج، الجمال دون نقص، ليست إلا صورة صنعتها التوقعات. لا أحد يعيش بهذه الصورة، ولا أحد يجب أن يعيش بها. الشفاء يبدأ عندما تتوقفين عن مطاردة الكمال، وتسمحين لنفسك أن تكوني حقيقية. حين تقبلين نفسك كما أنت الآن، لا كما تحلمين أن تكوني لاحقاً. حين تتصالحين مع ارتباكك، مع محاولاتك، مع نموك البطيء،
مع إنسانيتك. 4. أعيدي بناء علاقتك بالله من مكان أنثوي. العلاقة بالله ليست علاقة خوف أو إثبات أو أداء، بل علاقة طمأنينة وحنان واستسلام جميل. استسلام ليس ضعفاً بل ثقة، خضوع ليس انكساراً بل اتصال. عندما تتوجهين إلى الله بقلب رقيق لا بقلب متحفز للدفاع، تجدين أنك لا تحتاجين لأن تكوني قوية طوال الوقت، لأنك مسنودة ومعك من لا يترك. من هنا تبدأ الرحلة. حين تتصالحي مع أنوثتك يتغير كل شيء بلا مجهود خارجي. علاقاتك تصبح أصدق لأنها لم تعد مبنية على خوف. قراراتك تصبح أوضح لأنك تسمعين صوتك الداخلي. خطواتك تصبح أخف لأنك لم تعودي تحملين العالم وحدك، وقلبك يعود إلى بيته. فالمرأة التي تعرف نفسها لا يمكن لأحد أن يربكها، والمرأة التي تسكن في سلام داخل روحها تضيء العالم من حولها حتى بصمتها. تذكري دائماً، أنت لست بحاجة لأن تصبحي شيئاً جديداً، أنت فقط بحاجة أن تعودي إلى ما كنتِ منذ البداية. وهذه هي البداية الحقيقية لرحلة التحرر الروحي، رحلة العودة إلى نفسك.